الطعام ولا كيفاش تناولوا الطعام ويجيكم طعام بالطبع ويجيكم رقيق ما شاء الله، يعني كيما يحبوا الخاطر، ويجيكم روعة روعة روعة، وتقدروا تاكلوا حاجتكم راكم ضامنينها وعارفينها بلي حاجة نقية وخدمتوها بيديكم خير من الحاجة المشرية. أنا هنا للأمانة استخدمت الأنواع نتاع السميد، استخدمت 3 أنواع. درت أنا كنت معولة ندير بالجوهرة وماما اللي راكم تشوفوا في الفوطوات قدامكم نتاعهم. يعني للأمانة هنا كنت جبت شكارة نتاع جوهرة وخرجت لي رقيقة بزاف، أي زدت رحت جبت لها شكارة واحدة أخرى يعني لقيتها ما شاء الله خشينة مليحة، وزدت جبت لها ماما يعني نعرفها بلي يعني السميد تاعها ما شاء الله يجي متوسط وهايل. فوالا خلطت بين الجوهرة الرقيقة كامل والجوهرة الخشينة والماما المتوسطة، خلطت بينهم بين 3 يعني خرج لي طعم ما شاء الله روعة روعة. فوالا خلطت بيناتهم بين 3 وخلطت مليح يعني نفس الكونتيتي. فوالا بعدها رحت درت كمية منها في الجفنة نتاعي، راح نفتل فيها يعني نعرفوا بلي الفتيل يحب الجفنة هذيك الكبيرة تاع بكري ماشي هذوك الصغار تاع رباية. خلطتهم هنايا ومن بعد بخيتهم ولا درت لهم شويه تاع كيما شفتوني ونشفت شويه وزدت له هذاك نفس السميد يعني نفس الخليط، درت له شويه باش يشرب لي هذاك الماء اللي رميته عليه. فوالا نخلطهم مليح باش يتخلط كامل مع بعضه، ونروح نجيب السيار الاول اللي هو السيار زرع ولا البلاق عفوا ولا الطرطوب، يعني كل واحد واش يسميه كل منطقه واش يسموا نتاعهم. انا لحد الساعه نعرف غير هذو الاسماوات على هذا السيار، اللي يقولوا كاش اسم واحد اخر ولا يحطوا لي في الكومنتار باش نستفادوا كامل مع بعضنا. انا للامانه حنا في دارنا نقولوا له سيار زرع لان نخدموا به زرع بزاف يجي خشين، هذاك الخشين كامل هذاك فوتو نخرجوا فيه الطعام نتاعنا. فوالا نخرجوه بعد نخلطوه غير شويه برك ونعاود نبعدوه اكوتي يعني كما راكم تشوفوا في الفيديو. ونروح نجيب السيار اللي تحت سيار الزرع واللي هو سيار المحمصه. علاه نقول له سيار محمصه؟ على خاطر نخرجوا به المحمصه يجي نعرف بسيار الزرع هذاك الثقوب تاعو يجوا كبار، ومن بعد يجي تحته سيار المحمصه ولا الحماص يجي الثقوب تاعو شويه تحت تاع سيار الزرع ولا البلاق ولا الطرطوق. فوالا نصيرو كيما راكم تشوفوا هذاك اللي يفضل من الفوق توجور نخرجوا بيدي، واذا كان معجن لي بزاف يعني سورتو في المرحله الاولى كي تكونوا ديروا في سير زرع راح تلقاو شويه معجن اللي ماهمش مالفين بزاف يفتلو تلقاو شويه معجن، ديروا له هذاك الخليط تاع السميد اللي في الاول نفسه هذاك الخليط عاودوا رشوه شويه وخرجوا غير بالعقل حتى يخرج لكم كامل. وجدوا نفس المرحله في السيار الثالث واللي هو الخراج. انا هنا للامانه راح نستخدم 2 خراجات، يعني راح نستخدم الخراج هذه المره وراح نزيد نعاودو المره الدوزيام يعني بنفس الطريقه. شوفوا كيف طلع من الفوق نحكو بيدي باش يخرج لي من تحت، واذا كان معجن لكم زيدوا له السميد، يعني اللي كانت تمخت بزاف راح يتعجل لها بزاف لازم عليها تزيد له السميد، لان عرفت كيفاش نخدمه ماش مخش بزاف على بها ماهوش يلصق لي من الفوق. فوالا وراح نزيد نعاود له في الخراج الثاني. هنا البنات على الخراج يجي تحت سيار المحمصة يعني الثقابي تاعو يجي صغار عليه نعاودو فيه. صراحة ما على باليش واش يقولوا له، احنا نقولوا له الخراج، هذا الاسم الوحيد اللي عندي، واللي يقولوا اسم واحد اخر يقولوا لي في الكومنتار بيان سور. فوالا خرجت المره الاولى وهذه المره الدوزيام، واللي ما عندهاش 2 خراجات هذو ما على باليش يسموهم تقدر يعني تخرجوا مره واحده او عفوا تخرجوا في سيار واحد مرتين. فوالا هكذا باش تنجح على العمليه تاعها يعني وتكون ضامنتها باللي الطعم تاعها يخرج لها وما يبقى لهاش بزاف احنا نقولوها الحثاله هذاك اللي تبقى. فوالا يعني باش تخرج طعام الماكسيموم. ومن بعد ما خرجته مرتين راح نروح نديرو في السيار الخامس واللي هو الرفاد. انا ما على باليش نتوما واش تقولوا له، احنا نقولوا له الرفاد لانه يبقى رافد الطعام من الفوق ما يخليش يهبط. فوالا نصيرو هنا للامانه في الرفاد ولا في المرحله الاخيره كامل ما نحكوش يعني نصيرو حتى خلاص يعني كنت ديما تحت نلقاه ماهوش يهبط لي هذاك كي نصير ما يهبط لي حتى حاجه لتحت، نعرف باللي اللي بقى من الفوق هذاك طعام ما نحكوش، اللي حكيتو راه ما بقالكمش طعام. فوالا هذاك هو اللي يرفد الطعام، هذاك اللي يرفد من الفوق هو الطعام على بها نقولوا له رفد. وانتم اللي عنده تسميه واحده اخرى يقدر يقول لنا واش يقولوا له باش نستفادوا مع بعضنا ونحطوا اكوتي. يعني كما راكم تشوفوا درتو في انا صغيره ولا في باسينه صغيره ولا في صحن ولا فاش حبيتو نتوما،
وغطوه بصاشي باش ما ينشف لكمش بيد ما تصدروا قيس حلجه، يعني حتى تصدروا الكواليتي اللي راكم حابينها. هنا كي صدرت حلجه كنت مغطيته بصاشي كيما كنت قلت لكم، وباش ما يدخلش الهواء وما ينشفليش، لانه اذا نشف لي ما حاش ينحلج لي ولا ما على باليش هذه المرحله واش تقولوا لها نتوما. حنا نقولوا نحلجو، يعني نديروه كيما راكم تشوفوا، يعني نديروه بيدينا هكذا باش يولي رطب يعني، ويولي مزربع على بعضه، ما يبقاش تلاصق مع بعضها وتولي الحبه يعني رطبه مليحه، يعني مدوره مليح، ما تبقاش ما على باليش كيف تبقى هكذاك. اسونسيال حنا هذه المرحله نديروها بليزيور فوا حتى تشوفي يعني ديري شويه في يدك هكا وتحكمي عليه، كي تطلقيه تصيبيه مزربع ثم عرفي بلي الطعم نتاعك راهو هايل وما شاء الله عليه. وهنا للامانه كاين بزاف اللي يديروا الفارينه باش ترطب لهم ولا، وكاين اللي يديروا حتى المايزينا ثاني. انا هنا للامانه كنت سيت شويه بلا فارينه وسيت شويه بالفارينه وسيت شويه بالمايزينا. للامانه انا الام نتاعي كانت تديروا بالفارينه، انا حبيت نسيي شويه بلا فارينه، قالوا لي بلا فارينه ثاني يطلع لك مليح، سيت شويه بلا فارينه وشويه بالفارينه وشويه واحده اخرى درتها بالمايزينا كيما كانوا قالوا لي، يعني جربت وكي نطيب راح نولي نرجع لكم الخبر كيفاش تخرج الماكله نتاعو. وللامانه البنات كي نديروا المايزينا ما نحلجوش بزاف، يعني ماكسيموم 3 مرات ما تزيديلوش، لان المايزينا نعرفوا بلي ترطب مليح وثمثم تكوفريه وتخليه يبان يعني مدور وشباب. فوالا هذه هي المرحله تاعي، ما حبيتش نسرع لكم هذا المقطع باش تشوفوا العمليه كيفاش تكون ويعني تعلموها بطريقه صحيحه. يعني ديروا الفارينه ولا المايزينا ما ديريلوش بزاف، كي تكوني في الطريقه راكي في هذه المرحله راكي تحلجي برك رشيلو شويه نتاع فارينه، غير شويه برك ماشي بزاف، حوالي مغرفه كبيره ولا 2 مغارف كبار ما تزيديش فوقها. والمايزينا نفس الشيء ثاني حوالي مغرفه كبيره ولا 2 مغارف كبار برك، وخلطي الطعام تاعك مليح مليح وبقيت تحلجي فيها. بعد ما كملت الحليج تاعي كامل رحت درتو في مرصو تاع قماش، يكون قماش هذاك مليح ما يتحرقش ولا، ودرتو في الكسكاس يتفور لي، يعني كي نشوف الفور هذاك بدا يطلع من الفوق نطفي عليه ونروح نحطه في انا ولا في باسينه ولا في كاش حاجه، ونعاود نديرو في سيار الزرع هو الاول، يعني نبدا نخرجو في سيار الزرع هو الاول ونحكو من فوق اللي بقى عليه، ومن بعد نزيد تحته الحماص غير بالعقل برك، واللي فضل من فوق هذاك الخشين كامل يعني نحيه افوت، يعني هذاك ما يصلحش. وحتى نخرج يعني نوصل للخراج، يعني اخر حاجه نخرجه في الخراج. وفوالا بعد ما نصيرو مليح ونوصل للخراج نروح نحطو برا ينشف لي في السخانه يعني ولا في الشميسه بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها. تفرشي له حاجه من تحت وفوقها تزيدي تفرشي له الذرة يكون نقي ومليح وتخليه يعني يبسلك. هنا للامانه الوقت المناسب للفتيل هو الربيع، يعني ما تكونش السخانه وما تكونش البروده، نعرفوا بلي في السخانه الطعام تاعك ما حاش يخرج لك كامل مليح، والبروده تكون بروده بزاف اول باش ينشف لك وتخافي لا يقراص لك ولا كاش ما يصرالو. يعني هذو هما اليامات المناسبين، يعني قبل ما يوصل الصيف يعني والسخانه بزاف. بعد ما هنا يبسلي تخليه حوالي يومين برك، ولا يعني هي صراحة يوم واحد يبسلك، ما انتي للأمانة خليه يومين هذا باش تضمنيه. وبعدها عاودي دخليه للدار وعاودي صيريه من كاش تخش ولا كاش حاجة تكون فيه، ويعني نحي الرقيق وحده والخشين وحده، وهكذا تكوني كملتي المرحلة نتاعك. انا الطعام تاعي بعد ما نشف لي دخلته للدار، شوفوا كيفاش راهو ما شاء الله عليه، يجي رقيق ويجي فيه الخشين، ما هذاك ماشي هذاك الخشين بزاف بزاف، يعني يجي ما شاء الله روعة 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 بزاف هايل. وراح نوريكم كاش مرة بإذن الله نطيبو نعاود نوريه لكم وهو طيب. انا هنا مازال ما صيرتوش، يعني مازال ما نقيتوش، مازال ما نحيتلوش الخشين والرقيق وحده، يعني راه مازال كامل كيف كيف، وراهو يبان قدامكم في الفيديو ما شاء الله عليه. وكي نطيبو راح نوريه لكم وهو طيب.